إن من النعم العظيمة في أيامنا هذه ما استجد علينا مما يسمى بالذكاء الاصطناعي، وهو يتطور تطورا سريعا مذهلا، ويحمل خيرا كثيرا للبشرية إن أحسنت استعماله. وإني في هذا المقام لا أحذر من 3 أمور تتعلق بالذكاء الاصطناعي. أولها استعماله في الاستفتاء، فإن بعض الناس صاروا يستعملون هذا الذكاء الاصطناعي في معرفة أحكام نوازل تنزل بهم، بل قرأت لبعضهم أنه يقول: إنا صرنا لسنا بحاجة للعلماء، فما هي إلا ضغطة زر حتى نعرف الحكم في المسألة. وهذا لا يجوز يا عباد الله، ومن أسباب الضلال، فإن الذكاء الاصطناعي حاطب ليل يجمع الأجوبة من المواقع، وقد ينقل عن موقع غير موثوق، وقد ينسب للعالم ما لم يقله. كما أن الفتوى يا عباد الله تتعلق بالمسائل النازلة، والمسائل النازلة لها بساط يحيط بها قد يجعل الحكم يتغير فيها. فاتقوا الله عباد الله، ولا تستعملوا هذا الذكاء الاصطناعي في معرفة أحكام النوازل التي تنزل بكم. وأما الأمر الثاني، فأحذر طلاب العلم من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في جمع المادة العلمية لما يطرحونه على الناس، فإن هذا الذكاء الاصطناعي حاطب ليل يجمع الخير والشر والخطأ والصواب. فالواجب على طالب العلم إن استعمله أن يتأكد من المعلومات، وأن يراجع وأن يدقق وأن يحقق. وأما الأمر الثالث يا عباد الله، فهو استعمال هذا الذكاء الاصطناعي في أذية المؤمنين والمؤمنات بالكذب عليهم واختلاق المقاطع المنسوبة إليهم. وهذا الأمر فيه عدة جرائم. الجريمة الأولى أن فيه كذبا يبلغ الآفاق، وهذا من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر وعذاب النار، نعوذ بالله من عذابه. الجريمة الثانية أن فيه أذية للمؤمنين والمؤمنات، فيه أذية للمكذوب عليه، وفيه أذية لأهله ولجيرانه وأحبابه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والجريمة الثالثة يا عباد الله أن فيه الكذب على المؤمن ونسبة شيء إليه لم يقله أو يفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال يا عباد الله هي مكان قبيح في جهنم كثير الأوحال، يجتمع فيه صديد أهل النار ودماؤهم وعرقهم، نعوذ بالله من سوء الحال. الجريمة الرابعة يا عباد الله أن فيه الكذب على الله والكذب على دين الله، فهم ينسبون إلى الشخص المعروف المعتبر شرعا أنه قال إن دين الله يقتضي كذا وكذا، وذاك الشخص لم يقل ذلك، وإنما هم يكذبون على الله ويكذبون على دين الله. وهذا من أشنع ما حرم الله عز وجل. الجريمة الخامسة يا عباد الله أن
في هذا الفعل الخبيث وفي هذا الفعل الشنيع غشا للمؤمنين والمؤمنات، فقد يسمع المقطع من يثق بهذا العالم أو يثق بهذا الشيخ ويظن أنه قد قاله ويظن أن هذا من دين الله، وفي هذا أعظم الغش للمسلمين. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستعملوا نعم الله فيما يرضي الله أو يقربكم إلى الله أو يأذن فيه الله لعلكم تفلحون.